مساء الخير عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وكامل مهنيين وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في لاشين تاعنا لو موند دو فالون. اليوم جبت لكم فيديو جديد. على بالي راني ريطار، نورمالمون هاد الفيديو نحطها لكم في السمانه الاولى تاع رمضان باسكو صافي شحال ملي صورتها لكم في الايامات الاولين، والغالب ما كتبش ربي وما حطيتها لكمش باسكو كنت مريضه. هاد السمانه اللي فاتت كامل فوتها مريضه بلا غريب، ديجا بالك صوتي راهو يبان لكم. دونك هذا وين كتب ربي وشاركتها معكم، يعني شاركت معكم روتين رمضاني ولا روتيني في الكوزينه، وصفات بزاف هايلين على بالي تجربوهم رايحين يعجبوكم. دونك نبداو تدي سويت في لا فيديو هكذا باش ما تجيكمش بزاف طويله. هنا حبيباتي كنت نحضر في الخبز التركي. حبيت نبارطاجي معكم الوصفه باسكو وصفه اقتصاديه وتجي بزاف بنينه ويجي بزاف خفيف. واش نحتاجو في هذه الوصفه؟ نحتاجو كاس تاع ماء يكون دافي، وكاس تاع حليب يكون دافي، زوج ملاعق كبار تاع الخميره يكونوا ممسوحين، يعني ما يكونوش معمرين مليح. ومن بعد هنايا زدت كاس تاع الفارينه، ونخلطوا مليح حتى يذوب هذاك، حتى تذوب هذيك الفارينه في الميلونج تاعنا، نخلطوا تري بيان. ومن بعد نزيدوا الكاس تاني تاع الفارينه ونخلطوا مليح، يعني حتى يولينا لو ميلونج تاعنا ليس، ما يكونوش فيه هذوك الحبيبات تاع الفارينه، كلشي يتخلط بيان. ومن بعد هنايا نزيدوا ربع كاس تاع الزيت ونخلطوه تري بيان تاني حتى يدخل لنا هذاك الزيت في لو ميلونج تاعنا. وهنايا نزيدو زوج كيسان واحد اخرين تاع الفارينه ونطموا العجينه تاعنا. نتحصلوا على عجينه تكون مطلوقه، يعني ما تكونش شاده روحها. تكون نوريكم القوام تاعها هنايا كيما راكم تشوفوا. دهنت يديا بالزيت وبقيت نخبط في العجينه تاعي بهذه الطريقه، شغل ندخلها الهواء واحد 5 مينوت هكذاك باش لاباط تاعنا تجي خفيفه والخبز تاعنا يجي خفيف. فوالا كيما راكم تشوفوا. ومن بعد خليتها تخمر حتى تذوب لها الفوليوم تاعها كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما خمرت كسرت لها الخمور، ومن بعد رشيتها في الفارينه باسكو بزاف مطلوقه باش تقدروا تهزوها. رشوها بالفارينه هكذا باش تجيكم سهله كي ترفدوها وتحطوها في سنيوه. ومن بعد صبتها في السنيوه تاعي كيما راكم تشوفوا. ومن بعد غطيتها وخليتها تخمر حتى تشوفوها زت ضعفت شويه، واحد 20 مينوت هكذاك، يعني على حساب الحراره تاع المطبخ تاعكم. ومن بعد هنايا بعد ما زاد خمر لي شويه جيت باش نشكلو هكذا غير بالاصابع. ندخلهم في الزيت ومن بعد نشكلو بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا، شغل الشكل تاع محنشه، والشكل اكيد راح يبقى اختياري. دونك فوالا حبيباتي، هذا هو الشكل تاع الخبز تاعنا. شوفوا كيفاش راهو منبل، كيفاش راهو خفيف، ومام كي تاكلوه يجيكم خفيف، يعني ماشي هذاك اللي يعذب ولا هذاك اللي يجي ثقيل، بالعكس يعني يجيكم خفيف وشغل ماشي هذاك اللي يشبع تمتم. فوالا. ومن بعد دهنتو بصفر البيض وشويه تاع حليب. بعد رشيته بشويه تاع زراره، بيان سور الفور يكون مسخن مليح وحطوه على اقصى درجه، وحطوه باسكو راح يطيب لكم تمتم، يعني ما يشدش كامل الوقت في الطياب. انا يعني كيما يكونش عندي الوقت باش ندير الكسره تاع الكوشه ولا المطلوع، ولا نحب ندير هذا الخبز باسكو طريقه التحضير تاعو تجي بزاف سهله وما يشدش كامل الوقت في الطياب، وتاني كيجي خفيف. دونك فوالا حبوباتي، جربوا هذه الوصفه وعلى بالي ومتاكده راح تعجبكم وراحين تعتمدوها. هنايا قسمته لكم باش تشوفوه كيفاش يجي. وديجا شاركت نورمالمون معكم هاد الوصفه باش الا شفيتو سورتو المتتبعات الوفيات. كاين اللي جربوه، على بالي بلي كاين اللي جربوه سورتو في انستغرام، راكم من داك تبعتوا لي تطبيقاتكم كنحط لكم دي غوسيت. نقول لكم يعطيكم الصحه على الثقه تاعكم باسكو نفرح بزاف كي نشوفكم يعني تجربوا الوصفات اللي نبارطاجيها معكم، يعني نحسكم ديروا فيا كونفيونس. المهم حبيباتي، هذا هو الخبز تاعنا، حطيته في الطبق قصيته وغطيته. ودوكا نروحو نحضرو كيف كيف دوزيام بلا. كان عندي البواسون، كانت عندي لا دوغات، راح نديرها في الفور. حبيت نبارطاجي معكم الطريقه كيفاش. هنايا حطيت شويه تاع الثوم، حوالي واحد ربع سنات كبار تاع الثوم، شويه تاع المعدنوس، شويه زيت عادي، شويه تاع زيت الزيتون، وعصير نص حبه تاع الليمون. ونجيو لي زيبيس، حطيت شويه تاع الفلفل الكحل، حطيت شويه تاع الكمون، حطيت شويه تاع الزنجبيل، وحطيت شويه تاع البابريكا، وحطيت شويه تاع الكركم، وخلطهم مليح. هنايا ما حسيت روحي ما كترتش لي زيبيس، زدت شويه.
وحطوا تاني كالرند، انا نسيت هنايا الرند. ابخي جبت الحوتات تاعي بعد ما نقيتهم مليح وغسلتهم. ومن بعد تقبتهم هكذا شغل، فتحتهم كيما راكم تشوفوا هكذا باش هذيك لا مارينات تدخل بيان في البواسون تاعنا كيما راكم تشوفوا. دخلتها مليح من الداخل، من فيها دوك الفتحات دخلت مليح هذيك التتبيله هكذا باش يجينا بنين. ومن الاحسن مارينيوه قبل الوقت، يعني ديروه واحد 4 سوايع من قبل، ولا ديروه في الصباح وحطوه في الفريجيدار حتى العشيه باش طيبوه. يعني المهم بداو به هكذا باش يتشرب كامل هذيك التتبيله ويجيكم بنين. هنا حطيته في الفريجيدار حتى لحق الوقت يعني وين راح نطيبوه هنايا. كانت لي تانيك شويه من الماء ديالو، نحيته من البلا تاعي اللي راح نطيبو فيه. وجبت حبه تاع بصل مقطعه هكذا شرائح وحطيتها ستفتها هي من التحت، ومن بعد زدت حبه تاع طوماطيش من الفوق كيما راكم تشوفوا. ومن بعد حطيت البواسون تاعي وعاود فرغت هذيك التتبيله. ومن بعد عاود شللت الطبسي تاعي بشويه تاع الماء وحطيت شويه ابان كيما شفتوا. ومن بعد غطيته بالبابي كويسون كيما راكم تشوفوا هنا. ومن بعد زدت بابي الومنيوم وحطيته في الفرن. صدقوني يا البنات راح يجيكم بزاف بنين بهذه الطريقه. سينون طريقه تانية من داك نحب نديرها هي نطيبو في لابانينوز، نمارينيه بنفس الطريقه ومن بعد نحكم كل حوته وحدها نحطها في البابي كويسون ومن بعد بابي الومنيوم ونحطهم في لابانينوز ونبريسيهم، يعني يجي تانيك بزاف بنين. يعني هادو هما الطرق اللي نعتمدهم في البواسون تاعي، يعني اي نوع تاع البواسون ماشي غير لا دوغاد، يعني اي سمك يكون عندي نحب نديرو بهذه الطريقه، يعني يكون صحي نيفيتي القليان، يعني نحطو في الفور يعني نحطو في لابانيناز باسكو يجي بزاف بنين ويجي صحي. ودوكا نروحوا لعصير طبيعي. انا في رمضان نحب ندير العصير طبيعي بزاف كيما والفت في دارنا. سورتو هذا تاع الفراز والتشينا يجي بزاف بنين سورتو كي يعود بارد. حطيت كميه تاع الفراز وزوج حبات تاع التشينا، ما درتش كميه كبيره باسكو هو كي قاعد يفسد، دونك درت غير الكميه اللي نشربوها. حطيت شويه تاع الفراز شويه تاع التشينا وزوج مغارف تاع السكر، ما كثرتش باسكو التشينا حلوه. وحطيت كاس تاع الماء. ومن بعد ميكسيتهم بالميكسر ومن بعد صفيته بالصفايه وفرغته في القرعه تاعي باش نحطو يبرد. شوفوا لا كولور تاعو كيفاش شابه، وتانيك القوام تاعو شوفوا ما جاي ثقيل بزاف ما جاي خفيف. تقدروا تانيك تزيدوا له الليمون، انا ما زدتلوش مي تانيك يجي بنين. فوالا حبيباتي، هذه هي الوصفه تاع العصير تاعنا. دوكا نروحوا الوصفه تاع لا باتا بيتزا. واش نحتاجو في هالبيتزا كاغي؟ نحتاجو كاس تاع الماء ما يكونش معمر مليح، مغرفه كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع الخميره، من الاحسن نعوضوا السكر بالعسل الا كان عندكم. دونك مغرفه كبيره تاع السكر ولا عسل، مغرفه كبيره تاع الخميره ومغرفه كبيره تاع حليب لحظه. نخلطوهم مليح مع بعضهم والملح بيان سور ما تنساوش. ونزيدو زوج كيسان يكونوا معمرين تاع الفارينه ونخلطوا حتى نتحصلوا على عجينه تكون ما تكونش طريه بزاف وما تكونش يابسه. فوالا نطموا العجينه تاعنا مليح كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نزيدوا لها 3 مغارف كبار تاع الزيت وندخلوهم مليح في العجينه تاعنا. فوالا ندخلوهم مليح ومن بعد نخليوها تريح. لاباط هذه البنات تجيكم بزاف هايله. الناس سمحوا لي كان زربني الحال ما كملتش صورت معاكم لاصوص طوماط. درت رابيت شويه طوماطيش، حطيت لها شويه تاع الثوم شويه معدنوس شويه فلفل الكحل شويه زيت زيتون وشويه زيت عادي والملح، خلطتهم مليح وطيبتها وحطيتها فوق لاباط تاعي كيما راكم تشوفوا. حطيت لها شويه تاع زيتون شويه تاع الطون وشويه تاع الفرماج غابي ودخلتها على فرن يكون مسخن مليح على اقصى درجه. دخلتها ما تطولش في الطياب، واحد 10 مينوت ماكسيموم تكون طيبه. درت شويه تاع الروز تانيك قليته في شويه زبده شويه لي زيبيس وهذا ما كان يعني يجي بزاف بنين. وهوليك الطبق تاعنا كيفاش جا. يعني الا كان عندكم بواسون ولا ديروه بهذه الطريقه راح يجيكم بزاف بنين مع هذاك الروز تانيك. بعد ندير لكم فيديو على هذاك الروز كيفاش درتو مليح. باسكو تاني كيجي بزاف بنين مع لي بواسون ولا مع شاورما ولا لي سكالوب ولا يجي بزاف بنين. فوالا حبيباتي، كانت هذه هي الطاوله تاعنا المتواضعه شهيتكم في الجنه، ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي غوسيت. وهنا في السهره بيان سور ما كاش كيفاش نجوزوا السهره تاع رمضان بلا فلون نواره، سورتو تاع الشوكولا نموت عليه يعجبني. فوالا هنايا في السهره حطيت شويه تاع الفراز شويه تاع فلون. فوالا
حطيت شويه عليه شوكولا، وهذا ما كان الحمد لله كل نهار وباركته. هذه هي ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاعنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الوصفات. الى عجبكم ما تنساوش تخلوا لي دي جيم اي دي كومونتير شابين وحلوين كيما نتوما. انا نقول لكم تلاقاو لا بروchaine فيديو. ا تري بيانتو، صحه فطوركم.